الفيلم بيبدأ بالبنت دي بتكون في بيت ليل، بتكون مجبورة وبيزينوها بالعافية، وبعدين بيدخل عليها الشخص ده. بتكون في حالة صدمة وانهيار لمدة 3 أيام، ولا أكل ولا شرب. ورئيسة المكان بتقول مفيش غير حل واحد، ان احنا نجيب لها جانجوباي عشان تهديها وتقنعها. وفعلا بتروح جانجوباي وبتحاول ان هي تهديها. البنت بتكون برضو منهارة وبتقول لها مين اللي جابك هنا. البنت بترد عليها وبتقول لها جوزي. والبنت بتترجاها ان هي ترجع البيت، لكن جانجوباي بتحاول تفهمها ان اهلها مش هيتقبلوها بالوضع ده، وان كان في بنت كمان زيها رجعت من فترة واهلها قتلوها. وبتحكي قصتها وبتقول ان نفس القصة دي حصلت معاها من وقت طويل جدا. هي كانت من عيلة مرموقة وكانت بنت محامي، وخطيبها جه في مرة وقال لها ان هم هيروحوا مومباي، وان هو حجز تذكرتين عشان تحقق حلمها هناك وتشتغل ممثلة زي ما كانت بتتمنى. وكمان كلم لها المنتج اللي على اساس ان هو قريبها عشان يقدر يخليها تفوز بأول بطولة فيلم ليها. ولما بتحاول انها تستأذن اهلها هو بيمنعها وبيقول ان هم اكيد مش هيوافقوا ولازم نروح من وراهم. وفعلا بيروحوا مع بعض، وكانوا راكبين في القطر وهي كانت جايبة معاها دهب ومجوهرات وفلوس، وهو اخدها منها وطلعت معاه المفاتيح ديت بتاعة الدولاب بتاعة مامتها. ووصلوا مومباي. خطيبها دخلها البيت دوت وهي كانت قلقانة وحاسة ان في حاجة غلط. واول ما دخلت البيت قال لها ان ده يبقى بيت عمته، وهو فضل يهديها ويقول لها ان ده مكان لتدريب التمثيل، واقعدي بس وانا هجيلك ثواني. وقتها ظهرت العمة شيلة رئيسة المكان. اول ما شافتها قالت رمانيك عرف يختار صح. وهي كانت خايفة جدا وسألت عليه وقالت لها ان هو بيحبها جدا ومستنيكي في الأوضة دي. ولما راحت عشان تشوفه لقيت البيبان كلها بتقفل عليها. فضلت تصرخ وكانت محبوسة هناك. فضلت محبوسة في المكان وكان مصيرها زي أي مصير بنت بتتباع وبتكون موجودة في المكان ده. فضلت يومين من غير أكل ولا شرب. والعمة شيلة قالت لها إن حبيبك باعك ب1000 روبية وإن خلاص مصيرك اتحدد. وهي فكرت وقالت إزاي هرجع البيت وهواجههم بأني وش، إن هي أكيد مش هتقدر ترجع. ومصيرها بقى زي مصير أي بنت بتدخل المكان ده، لأن هي ما كانش فيه أي حل قدامها غير إنها تتقبل الوضع وتتعايش معاه. وبقت واحدة منهم وبتعمل زيهم بالظبط. وجت العمة شيلة عشان تديها أول أجر ليها، وهي حرقته وقالت لها إن هي مش عاوزاه. وقالت لها كمان إن هي فاكرة كلام جوفيند كويس، إن هي في يوم من الأيام هتسيطر على المنطقة. وكمان سمت نفسها اسم جديد وهو من جانجا لجانجو، وبقى ليها تأثير على المكان وعلى البنات لأن كان أجرها عالي وكان مصدر ربح كبير جدا للعمة شيلة. ورئيسة المكان ما كانتش تقدر تتكلم معاها. يعني مثلا في اليوم ده قررت إن هي تاخد كل البنات ويروحوا يحضروا فيلم في السينما كيوم أجازة وترفيه ليهم. والعمة شيلة رغم سيطرتها ما قدرتش إن هي ترفض طلبها ده، وفعلا راحوا. وبعد لما بيرجعوا في واحدة من البنات بتطلب من جانجو إن هي تكتب لها رسالة، ولما بتسألها لمين بتقول لها لبابايا. جانجو بتسرح وبتتخيل ان هي اللي بتكتب لباباها. بتتأسف جدا ان هي خرجت من البيت من وراه وبتتأثر وبتفضل تعيط. وبعد لما بيناموا في واحد بيجي في نص الليل وبيطلب جانجو. العمة شيلة بتطلب منه ضعف المبلغ وبتجيب له جانجو فعلا. هو بيعتدي عليها بوحشية وبيضربها جامد جدا وهي بتفضل تندع عليها، لكن هي ما تقدرش تعمل لها حاجة. بينتهي بيها الأمر إن هي بتروح المستشفى وبتاخد 15 غرزة في بطنها و4 في شفايفها وبتتخرشم على الآخر، حتى إنها مش بتلاقي مأوى وهي تعبانة ومرمية في المستشفى. وبتعرف إن الشخص دوت من رجالة رحيم ملك مومباي وهو ليه سيطرة على المكان. في نفس الوقت دوت هو بيكون عادل وبيجيب حقوق الناس. جانجو بتروح له نفسه وبتقوله على اللي عمله واحد من رجالته، وهو بيكون فاكرها جاية عشان يصفوا الحسابات، لكن هي بتقوله ان هي جاية هنا عشان تاخد العدالة مش اكتر. فبيخصص لها واحد من رجالته يحرس البيت عندهم عشان لو تعرضت لأي حاجة يكون عنده علم ويتصرف. وفعلا الشخص ده جه مرة تانية وهي وقتها بعتت للسيد رحيم عشان يجي ويتصرف، وجه فعلا واداله درس عمره ما ينساه، وهي بتاخد حقها منه قدام الناس كلها. وما بقاش اي حد يقدر يتكلم معاها لان هي بقت تحت حماية السيد رحيم، وكمان بقت مسيطرة على المكان وعلى البنات ومحدش يقدر يتكلم معاها. والعمة شيلة حست خلاص ان وجودها ما بقالوش لازمة وان امرها انتهى. وفعلا امرها انتهى وماتت. ولما ماتت جانجو فتحت المجوهرات بتاعتها وطلعت مفاتيح مامتها، وهي كانت قريبة جدا من البنات وطلبوا منها ان هي تبقى رئيستهم الجديدة. وفعلا بقت رئيستهم الجديدة وباسمها من جانجو لجانجو باي. وبنرجع تاني لما كانت جانجو بتحكي للبنت قصتها وبتقول لها انا هديكي اختيارين، اول حاجة يا اما انك تعيشي هنا وتتقبلي الوضع او انك تموتي، وده عبارة عن سم. وهي اختارت ان هي تموت على انها تفضل في مكان زي ده.
جانجو باي بتخرج لرئيسة المكان وبتقولها ان هي هتشتري البنت منها، لان هي بتفضل الموت على انها تبقى في مكان زي ده. ورئيسة المكان اتعصبت عليها جدا وبتقولها انا اشتريتها ب1000 روبية، وهي بتقولها سيبها لي وانا هديكي 10,000. وفعلا جانجو باي بتاخدها وبتمشي، وكمان بتبعتها لبيتها وبتبعت معاها واحد يوصلها ويتأكد ان هي وصلت بيتها بخير ويطمن عليها. والشخص دوت بيكون ابن اخو الترزي اللي بيصمم لها الهدوم بتاعتها. هي بتقع في حبه وهو كمان بيحبها وبتحس معاه بشبابها من تاني. وهي في الوقت ده بتكون بتستعد للانتخابات بتاعة رئاسة المنطقة، والمنافسة ليها هي رازية، وهي حاكمة المكان من 2 سنين، والفوز قدامها شيء مش سهل أبدا. وبتروح للسيد رحيم في عيد الأضحى وبتقوله إن انتخابات ميعادها قربت، وإن رازية هي الخصم اللي قدامها. بتطلب منه إن هي تشاركه في حصة تجارة الكحول في البيت عندها، وبكده تقدر تكسب مبالغ إضافية. وهو بيرفض في البداية، لكن هي بتقوله أنا عارفة إن ده غلط، لكن أنا نيتي صح جدا. ده متعلق بحياة كل الستات اللي هناك، وإن هي لازم تفوز عشانهم. وهو فعلا بيوافق، وكمان بيقدم لها عربية هدية عشان يبقى شغل جديد وعربية جديدة. وكمان جانجو باي ملكة المافيا الجديدة. وبتمشي، وبعدين الشرطة بتيجي المكان وبتبهدل الدنيا كلها، بس بمجرد لما بتطلع للشرطي الرشوة دي بياخدها فورا وبيمشي. وبتعرف إن الحركة ديت من تدبير رازية، وهي بتفضل تبعت لها ان هي عايزه تقابلها، لكن في كل مره بتقول ان هي مشغوله ومش فاضيه، لحد ما بتروح لها بنفسها وبتهددها ان هي تقف قصادها، وبتقول لها اكيد ان هي اللي هتكسب الانتخابات. وكمان بتقول لها ان هي تيجي تحضر الخطاب بتاعها. وفي وقت الخطاب جانجو باي بتجيب شاشه عرض كبيره جدا في المكان وبتعرض عليها فيلم، والكل بيكون بيتفرج عليه ومحدش بيروح وبيحضر الخطاب بتاعها. وهي بتتعصب جدا، ومع الوقت شعبيتها وحبها بيكون في كل مكان، والانتصار على رازية مش بيكون بعيد عليها. بعدين بتشوف البنت دي كسوم، بتكون بنت واحدة من اللي بيشتغلوا في البيت ده، وبيكونوا سايبينها من غير أكل ولا شرب، وكمان رامينها عشان تموت. لكن هي بتكون عايزة تنقذ حياتها. أمها بتقول لها إن أنا عندي تموت أهون من إنها تشتغل الشغلانة بتاعتنا دي. ولما جانجو باي بتسألها على أي حل تاني بتقول لها ممكن تتجوز، بس مين هيرضى يتجوزها؟ جانجو باي بتطمنها وبتقولها ما تقلقيش، انا هحافظ على حياتها واخليها كمان تتجوز. وبتاخدها وبتروح لافيشان حبيبها عشان تجوزها له. هو بيكون مستغرب هي ليه بتعمل كده، وبتقدم لهم مجوهرات وفلوس وهدايا كتيرة جدا، وبتفهمه ان ما ينفعش يتجوز فتاة ليل، حتى انها بتسأل مامته وهي بتقوله طبعا مستحيل نوافق. الكلام ده بتكون بتقصد بيه على نفسها. اهل افيشان مش بيكون عندهم اي اعتراض على كسوم. بتاخد الهدايا ولسه هتمشي، مامة افيشان بتوقفها وبتقولها ان احنا موافقين، وفعلا بيتجوزوا. وهي بتحضر الفرح وبتقعد وبتبين ان هي مبسوطة، لكن جواها بتكون حزينة جدا وبتتألم. بتعدي الانتخابات وجانجو باي فعلا بتفوز وبتفرح جدا، والكل بيفرح عشانها. وفي اللحظة دي بتتصل بأهلها، بتكون مشتاقة لهم جدا، لكن ده على عكسهم تماما. بترد عليها مامتها وبتكون لا طايقاها ولا عايزة تتكلم معاها، وبتقول لها انت لسه فاكرة تتصلي بيا بعد 12 سنة؟ ولما بتحاول جانجا ان هي تفهمها اي حاجة بتقفل السكة في وشها. وفي احتفالات الانتخابات بتفضل ترقص بعفوية جدا عشان تقدر تنسى الوجع اللي جواها. وبتيجي لجانجو باي شكوى من مدير المدرسة اللي جنب البيت، لأن سلوك البيت دوت هيأثر على الطلاب، وكمان بيكون عايزهم يسيبوا المكان خالص ويمشوا. والسيد رحيم بيعترض على حاجة زي كده، لأنهم لو سابوا مكانهم هيروحوا فين. والسيد رحيم بيفهم جانجو باي كويس إن هي تاخد بالها، لأن أكيد المدرسة ديت هتبعت لها إنذار والشرطة. وبيقولها إن هي لازم، وبيقولها كمان إن هي لازم تكمل في المعركة للآخر، لأن هي بس مش لوحدها، في 4000 واحدة في رقبتها. وهي بتاخد البنات الصغيرين وبتقدم لهم في المدرسة، وبدل ما المكان هو اللي يأثر على الطلاب، ليه المدرسة ما تأثرش على البنات اللي هنا؟ مدير المدرسة بيكون رافض تماما، وهي بتحاول تقنعه إن البنات الصغيرة دي ملهاش أي ذنب، وإن هم ليهم كرامة زيهم زي أي طلاب، ولازم يدرسوا ويتعلموا ويكونوا حاجة أحسن من اللي هم بقوا فيها، عشان ما يعيشوش زي ما هم عاشوا. ولما بتكون بتتكلم كده بيكون في واحد قاعد جنبها، وكل حاجة بتقولها بيسجلها، وهي بتسأله وبتقوله انت بتكتب ايه؟ بيقول لها انا صحفي. وبتتعرف عليه وبتقوله ان هو يجي يزورها في بيتها، هناك هيلاقي قصص كتيرة قوي لو حابب يكتب. صاحبة لجانجو باي بتتعب جدا وهي بتولد طفلتها، وبتكون خلاص هتموت، وفعلا بتموت وهي في حضنها، وهي بتكون مصدومة جدا عليها، لأن هي كانت أعز صاحبة بالنسبة لها وأقرب شخص ليها، وكلهم كانوا زعلين عليها ومش مصدقين، وكانوا مقعدينها على الكرسي وكمان بيودعوها وبيتكلموا معاها اللحظات الأخيرة.
وجانجو باي كانت شايلة طفلتها وفي حالة حزن شديدة جدا، وكانت بتقول لهم ان هما يربطوها كويس ويكفنوها كويس، لان احنا حتى ما نقدرش نثق في الرجال حتى لو كانت جثة. بعدين الصحفي بيجيلها وبيوريلها المجلة، وبيكون نشر قصتها واتشهرت، وبيقول لها استخدمي ده لصالحك، وبيقول لها الاسبوع الجاي في مسيرة ضخمة واجتماع عشان حقوق المرأة، وهو اقترح اسمها في اللجنة دي، وهيكون في ناس كتيرة وتيجي هي تقول خطاب قدامهم. وفعلا بتروح وبتقدم الخطاب وبتقول ان مهنتهم زي اي مهنة تانية عادية، وان هم عندهم كرامة زيهم زي اي حد، ولازم يعيشوا بحرية. هو صحيح الكلام ده غلط، لكن هي كل اللي كان همها ان هي تجيب حقوق الستات اللي ضاعت، ومحدش يتحط في مسيرتهم مرة تانية، ويبقى ليهم حقوق فعلا وظهر يقدروا يسندوا عليه. وهم لما بيفهموا كلامها وقصدها بيسقفوا لها وبيدعموها، وبتتشهر والكل بيتكلم عنها. وبعدين الشخص السياسي بيرتب لها ميعاد مع رئيس الوزراء، وفعلا بتروح، وبتكون دي تاني مرة تركب فيها القطر من وقت ما هربت من البيت. وفعلا بتروح وبتقابل رئيس الوزراء وبتطالب بحقوق الستات، وكمان انهم يعيشوا بكرامة وياخدوا كل حقوقهم القانونية. وفعلا بيوافق، وحق كل الستات اللي في المنطقة رجع لهم، وبقوا عندهم كرامة زيهم زي اي حد. وبكده انتهى الفيلم. لو عجبك الفيلم ياريت ما تبخلش علينا اللايك وتشتركوا في القناة، وتكتبولي في الكومنتات لو عجبكم الفيلم ده وعايزين ايه افلام تانية. سلام.